السلام عليكم. ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ احنا النهاردة هنتكلم على الخطوط العريضة في كسور الحوض، بنفكر فيها ازاي ومكانه فين. انا الدكتور احمد العطار، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري. بصوا يا جماعة، الحوض مشكلته هو والحق ان هو من الاماكن المعقدة، وواقع ما بين منطقتين تقال شوية، اللي هو العمود الفقري فوقه، يعني هو الوصلة ما بين العمود الفقري والفخذ. وعشان برضو تبقى عارف المكونات بتاعه، هو عبارة عن نصين ممسوكين من قدام بمفصل اسمه مفصل العانة، وورا النصين دولت احنا عندنا الفقرات القطنية، تحتيها العجوزية وتحتيه العصعص. في مفصلة مهمة قوي قوي وهنتكلم عليها الفترة الجاية كتير، ما بين الحوض عظمة الإليم وما بين العجز. المفصلة ديت اللي بتبقى عاملة ألم شديد، بالذات في الناس اللي عندهم مشاكل روماتولوجي أو كسور. الإصابات بتبقى عاملة ألم كبير في الحتة دي، ويبقى متلخبط ما بينه وما بين العمود الفقري. ابقوا خشوا على المحاضرات بتاعة الألم بتاع العمود الفقري ومنشأه ازاي، لأن ألم الخشونة بتاع الحوض، تخيلوا انتوا الوضع، الخشونة بتاعة الحوض من أشهر الآلام، الخشونة اللي ما بين الحوض والعجز من أشهر الآلام، والخشونة بتاعة الظهر من أشهر الآلام. مين فيهم اللي عامل إيه؟ يعني مين فيهم اللي عامل؟ فهي ديت أهمية الفحوصات، لأن الأشعة لما تيجي تعمل هنا غالبا هتلاقي فيه خشونة هنا وهنا وهنا. مين بقى سبب الألم؟ طيب، والموضوع بيزداد تعقيد امتى؟ لما يبقى فيه عمليات. يعني مثلا واحد مثلا عنده ديسك هنا وعنده ألم هنا وعنده ألم هنا، بيبقى الموضوع معقد جدا. فاحنا بنشوف اكتر حاجة في الوقت الحالي عاملة مشكلة واقل تكلفة جراحية على المريض. تكلفة جراحية المقصود بيها الوقت والصعوبة والمشاكل، ده المقصود بالتكلفة. يعني مثلا واحد عنده غضروف في رقبته، وواحد عنده وهو نفس البني ادم عنده ايديه العصب اللي هو موصل لايديه اللي هو الرزغ، النفق الرزغي منضغط. الاتنين موجودين، هنعمل مين الاول؟ اكيد يعني مش هنفتح رقبته الاول، هنسلك تحت الاول. لو اتسلكت كان به. واحد عنده غضروف كبير في ظهره وعنده متلازمه العضله الكمثريه، الاتنين موجودين، تبتدي بمين؟ طبعا المتلازمه الاول قبل ما افتح ظهر، طبعا الاسهل في الاصعب. طيب، متكونه، نرجع لموضوعنا تاني، متكونه من نصين من قدام العانه، اللي هو العانه دي اللي هي المثانه، عظمه العانه مفصله قدام، يعني تقريبا احنا هنخلص المحاضره على الرسمه دي، وبعد كده هو في مفصله تانية اللي هي ما بين الحوض والعظمه بتاعه العجز. طيب، اللي هي الخضراء، او مش عارف ده هيبقى اسمه لونه ايه. طيب، الكسور بتاعته بتبقى كسور ايه؟ طبعا انتم متخيلين يا جماعه الحوض ده فيه ايه؟ بالظبط كده، كل انواع الاورده والشرايين والاعصاب. فموضوع الحادثه بتاعه الحوض ما بيبقاش عندنا مشاكل، نادر جدا لما بيحصل حاجه اسمها عدم لحام. كده هتلحم الدمويه، منشأ الدمويه كلها موجود في الحته دي، هتلحم. هي المشكله عندك ان يكون في وريد او شريان لا قدر الله انفجر، اتقطع من الاصابه، يبقى في عندك اصابه في المثانه. هي دي اللي بتبقى ليها الاولويات، وعشان كده الاهتمام في الطوارئ في الاول بالحاجات دي، ولما تبقى تستقر الحاله يبقى يجوا دكاتره العظم يبقى نشوف هيعملوا ايه. فاهمين الفكره ايه؟ طيب، احنا هيكسر ازاي عظمه معقده وقويه وكبيره بالشكل دوت؟ يبقى في اصابه بالغه حصلت، يعني غالبا حوادث سيارات لا قدر الله. طيب، الحوادث دي يعني يا اما مباشره من قدام او تبقى من الجناب، ده عشان بس اسهل لكم الوضع.
فلو من قدام الحوض بيتفتح ويبقى مشهور قوي عندكم اللي هو الاوبن بوك، ان يبقى الحوض مفتوح. فتحه الحوض دي معانا يمكن ما بنتحركش قبل 2.5 سم، فلما مفتوح حاجه بسيطه ما يبقاش دي فيها مشكله، بيلم وبتبقى الدنيا كويسه. بس لما بيزيد عن كده بيعمل الام بعد كده مزمنه رخمه قدام في الجزء القداماني. يمكن اكتر ناس يعني بيبقى عندها نوع من انواع الالام ديت اللي هم الناس الحوامل، لما بيبقى الحمل جديد شويه والحوض صغير فالمفصله دي بتفتح فيعمل الام مزمنه في الحته دي. طيب ويفتح لدرجه انه يحلق على اللي ورا، على الجزء اللي ورا، المفصله اللي ورا، فتفتح، دي تبقى اشد. او يبقى مثلا سقوط من علو فالحوض ده يترفع لفوق، نصه يترفع لفوق فيفصل من هنا اهو. فاحنا بيبقى العمليات اللي هي نسبتها قليله بالنسبه للحوض لما تبقى الفتحه من هنا كبيره او من هنا كبيره. ده ملخص الكلام. ما دام احنا بعيد عن المفصله بتاعه الحق، يبقى لما يبقى المفصله هنا هو او هنا هو او هنا كبيره، ده بالويم بالتقريب يعني بنبتدي نتحرك. ليه؟ لانه بيعمل الام مزمنه بعد كده، بيسرع في نسبه الخشونه، والحوض بالذات بيخلي فيه عرجه. وطبعا دي من اكتر الحاجات اللي بتضايق المريض، موضوع العرجه ده. يعني يبقى العظمه بتاعت الساق مش لحمه، نفسيته ربنا يعافي الجميع، نفسيته تبقى احسن من اللي عظمته لحمت بس فيها مشكله مخليه يعرج. قصر مثلا، واضح كده يا جماعه؟ طيب يعني تقريبا ايه اسباب الكسر ايه في السن الصغير حاسه كبيره؟ لو في السن الكبير اللي هم كسور الهشاشه. عشان كده يا جماعه دايما وراجعوا المحاضره بتاعت الهشاشه، دايما السن الكبير اللي هو مثلا بعد سن انقطاع الدوره في الستات او عند سن 50-55 للرجاله، ينصح ان حضرتك تعمل مقياس الهشاشه. ليه مقياس الهشاشه؟ لانه بيقلل الاحتمالات بتاعه الكسر. يعني البني ادم اللي عنده الكسر مثلا بيبقى اكثر عرضه لكسور الظهر، بيوصل لغايه 7 مرات، كسور الحوض بيوصل لغايه 5 مرات مثلا، اسفل القعبره برضو رقم من 3 ل5 حاجه زي كده. وكمان بقى الحمد لله متوفر في التامين، فما عندكش حجه غير المشوار. بتروح تطلب اشعه الهشاشه لما بيبقى منطبق عليك المواصفات وبتتعمل الاشعه، مفيش فيها مشكله. وعلى حسب الدرجه بنبتدي نعالج، لان كمان علاج الهشاشه مكلف وبرضه متوفر في التامين. طيب الكسور بتاعه الحوض بتتقسم عموما زي كل كسور العظم، مستقر وغير مستقر. فمثلا لما نيجي نقول ان الفتحه بتاعه الاوبن بوك من قدام ده اشهر حاجات بتاعه الحوض، لما تبقى في حدود 2 سم بيبقى الوضع مستقر مفيش فيه مشكله. يعني دي اشهر الحاجات، الفتحه تبقى قدام، يعني ده تقريبا 2 سم. يا دكتور ده لازم نعمل له عمليه؟ لا مش لازم نعمل عمليه، الامور هنا مستقره. بس لما يبقى فاتح يبقى يستحسن نعمل عمليه. طيب وشوف ممكن يفتح لدرجه ان اللي ورا يخلع، اللي هو اللي ما بين الحوض وما بين العجز من ورا يخلع، فده يبقى مثلا محتاج مسمار، محتاج شريحه، على حسب ما بنشوف وخبره كل جراح. كله صح، المهم ان العظمه المفصل يقفل. طيب الاعراض بتاعتنا ايه؟ اي واحد مكسور بيبقى متألم ومش عارف يحرك العضو اللي فيه، بس مش عارف يحركه ديت نسبي، هو عايز يقلل الحركه عشان يقلل الرجرجه بتاعه المنطقه فيقلل الالم، بس مش عارف يحرك نتيجه اصابه عصبيه، دي حاجه تانية. يعني طب ما اتحرك شويه كده هو تلاقي مش قادر، دي اصابه عصبيه، ده ما بقاش كسر بس، بقى حاجه اكبر. طيب والنقط التانية اللي احنا بنخلي بالنا، طبعا حاجات كتيرة قوي يا جماعة، بس يعني الدموية دي بتبقى اهم حاجة عندنا، الدم هو اهم حاجة عندنا. طيب
الاشعاعات طبعا بيطلب اشعاعات عاديه ومقطعيه. بصوا مثلا يا جماعه ادي الحوض اهو، شوفوا مفتوح قد ايه، شوفوا مفتوح قد ايه، ومع ذلك لما جينا حطينا له بس ملايه، لفينا وسطه بملايه، الامور بترجع. فاحنا بنشوف بقى الاشعاعات هل هيبقى محتاج شغل بعد كده ولا لا، على حسب بقى ما بنشوف. والهدف الرئيسي من الملايه مش ان احنا نرجع العظم، الهدف ان احنا نقلل النزيف، لان غالبا بيبقى فيه في الحته دي، بصوا يا جماعه، في الحته دي كميه شعيرات دمويه رهيبه، فلما بيتفتح كده بتحصل لها ستريتش وبتنفجر، فبيبقى النزيف رهيب رهيب. فاحنا بنحوطه بملايه في الاول كاسعافات اوليه، بحيث ان ايه، ان الدنيا تقفل هنا اهو. طيب ايه العلاج بقى عموما؟ طبعا اهم حاجه علاج الطوارئ، اللي هو النفس، الضغط بتاعه اخباره ايه، الدمويه، المحاليل، الحاجات دي هي بتبقى اهم حاجه. فما تستغربش انه بيطرد تقريبا من كشك العظم جري مع دكتور العظم عشان يوديه بتاع الجراحه، طبيب الجراحه، لان هو اللي اهم يتاكد من الوظائف الحيويه دي. اشهر منظر الملايه اللي هي بتتلف لغايه لما الحزام يجي، ده كاسعافات اوليه. شوفوا بمجرد ما حطينا الاسعاف، فاكرين دي كانت فاتحه قد ايه؟ كانت فاتحه كتير قوي، بقت ايه؟ بقت ضيقه. طيب وبعد كده تاخد القرار بجراحه. فمثلا قبل الجراحه قلنا مثلا ايه؟ نعمل مثبت خارجي، ده من ضمن الاشكال ان احنا نعمل مثبت خارجي، او ان احنا نركب شريحه اماميه بالشكل ده. طيب الحته اللي ورا ممكن نحط مسمار او ممكن نحط شريحه على حسب مع الشريحه الاماميه. بنعمل عمليات ليه؟ لما بتبقى الدنيا كتير قوي، يعني لما يبقى التحرك او التزحزح في ال في ال في ال في ال في الحوض كبير، بيستحسن ان احنا ايه؟ نتحرك ونثبت، يا اما من قدام يا اما من ورا يا اما من قدام وورا، على حسب الحاله. صحه حضراتكم تهمنا. السلام عليكم.